شحال كنتي جالس عادي وما عندك حتى شي مشكل كبير ولا شي كارثه ومن والو كتحس بصدرك كيضيق عليك بحال شي واحد حاط حجر فوق قلبك، كتبغي تنفس باش تنقص البريسيون، ولكن بحال ما درتي والو كتبقى تقول علاش وقع ليا كذا، علاش شي واحد احسن مني. ولكن اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اخطر من اخطر الحاجات اللي كيعيشوها بزاف تاع الناس وساكتين عليه. اليوم غادي نهضروا على ضيق الصدر من الجهه النفسيه والدينيه. ايوا خليك معايا حتى الاخر حيت هذا السبب الحقيقي يمكن ما عرفناه. علم النفس كيقول بلي ضيق الصدر غالبا مرتبط بالقلق. في كتاب فيلين جود تاع ديفيد بيرنز كيشرح كيفاش الافكار السلبيه كتاثر مباشره على الجسم. قال لك بلي القلق كيخلي الجهاز العصبي يدخل في حاله خطر حتى الا ما كاين كاع خطر. الجسم تاعك كيدير بحال هو كيهرب من شي اسد، ولكن انت مثلا كتكون جالس غير كتفكر في الامتحان تاع الموت، القلب كيدق بالزربه، كتقلق، كتوتر، كتحس بالضيق. في التحليل النفسي تاع سيغموند فرويد كيبين ان المشاعر اللي ما كتخرجش لا بدات تخرج بطريقه اخرى. كتكبت العصب كيخرج لك في الجسم تاعك، كتكبت الحزن كيخرج لك على شكل ضيق، وبعد المرات كتقول انا بخير، ولكن جسمك اللي كيقول لا راهو ماشي بخير. العقل البشري ما يمكنش يبقى خاوي، لا بدا يفكر. الا عطيته الحريه غيدير فيلم من والو، واش غننجح، واش الناس كيشوفوا فيا مزيان، واش ربي راضي عليا، وكتبقى دير ريبلي حتى كيتصير صدرك. كان واحد خونا جالس مع صاحبو قال ليه صدري مزير عليا، خصني نشرب شي حاجه سخونه. قال ليه راك ماشي بردتي، راه كتفكر بزاف. الضيق راه ماشي دائما مرض عضوي، بعض المرات هو عقل كيخدم بزاف بلا ما نطلبوا منه. الله سبحانه وتعالى قال الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني باللي الاصل ديال القلب هو الطمأنينه، ولكن الا بعدنا على المصدر كيجي الفراغ. في التفسير تاع ابن كثير شرح بلي القلوب اللي كتغفل على ذكر الله كتدخل في نوع من الضيق الداخلي. ماشي ضروري تكون كدير معاصي كبيره، غير انك ما صليتيش بخشوع، القران مهجور، الذكر قليل، وكيبدا القلب يبس شويه بشويه. قال الحسن البصري ان للذنب ظلمه في القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم والحزن. في حديث رواه صحيح البخاري كان كيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. يعني حتى الصحابه كانوا كيعيشوا هذا الاحساس، ولكن الفرق هو كيفاش كانوا كيواجهوا. سيدنا يعقوب عليه السلام مشى له ولده يوسف وبقى فيه الحال بزاف، بقى كيبكي حتى تعمو، واخا هكاك ما فقدش الامل. الله سبحانه وتعالى قال في سوره يوسف انما اشكو بثي وحزني الى الله. ضيق الصدر ماشي دليل تاع الضعف، بعض المرات هو امتحان. اشنو كيوقع ملي الانسان كيفكر بزاف، بعيد على الذكر، كابت المشاعر ديالو، خايف من المستقبل، كيولي عنده بحال شي باناش ديال الضيق. علم النفس كيقول نظم الافكار تاعك، والدين كيقول نظم علاقتك مع الله. بجوجهم ماشي متناقضين، بيناتهم علاقه ترابط وتكامل. هنا ترجع معايا للجهوي. حتى فيكتور فرانكلين في كتابه تاع مان سيرشين فور مينينغ كيأكد ان المعنى الروحي كيخفف الالم النفسي. يمكن المشكل ماشي في الدنيا، يمكن المشكل باللي انت محتاج ترجع للوريجين ديالك. القلب ديالك ما تخلقش للاوفر ثينكينغ، تخلق للايمان. جرب القاعده تاع 4 فيها 4 ثواني تاع الشهيق، 4 ثواني تاع تحبس، 4 ثواني تاع الزفير. التقنيه غتبان لك شي حاجه صغيره، ولكن كل حاجه صغيره كتعاونها شويه واخا هكاك. التقنيه مثبته في العلاج السلوكي المعرفي. حاول دير واحد الذكر يومي، حتى 5 دقائق تاع لا اله الا الله كتعاون بزاف. وجرب كتب اللي في صدرك، غير شي دفتر صغير ولا شي ورقه. الكتابه راه كتنقص البريسيون، بحال الا درتي ريسيت لعقلك. قلب على شي رياضه كتعجبك، سير للصال، الرياضه راه كتخوي الهرمونات تاع التوتر. الا جاك ضيق الصدر فجاه ما تمشيش مباشره تسول شي جبت واش مرض ولا بحال هكاك. 90% يقول لك عندك شي حاجه خطيره. تنفس، ذكر الله، فكر بشويه. ما تنساش راه ضيق الصدر راه ماشي عيب، ماشي ضعف، وماشي ديما شي حاجه خايبه. بعض المرات هو رساله اما من عقلك، قلبك، ولا ربك. واللي كيفهمها مزيان هو اللي كيحاول يفهم الرساله، ماشي يطيح في الديبرسيون.